من ضمن تمارين الوظائف التنفيذيه التمرين بتاع التصنيف، بس التصنيف هنا بشكل مختلف. يعني مش تصنيف النمطي انك تخلي الطفل يبدا يصنف مثلا الفاكهه لوحدها او الخضار لوحده، او مثلا بتعتمد على اللون. لا، احنا عايزين نشتغل بتفاصيل اكتر. طبعا اللي قدامنا دي كوتشينه، يعني كوتشينه كده معينه فيها معظم الفواكه، بس هنا التصنيف مختلف شويه. يعني هنا لو طلبنا من الطفل، انا مدي مثال او مصنف انا اصلا قبل ما الطفل يبدا عشان اسهل على الموضوع او اسهل عليكم الموضوع. دي كده الفاكهه، خلاص نفس الفاكهه بس مفرغه شويه، خلاص بس ممكن تتلون. يعني هنا الفراغ فيها اكبر، او يعتبر ملامحها مش باينه، بتبقى اصعب شويه على الطفل. هنا الفاكهه بس بالاسم او باسمائها الفرنساوي، خلاص. هنا بالظل بتاعها، خلاص. هنا بالالماني، طيب. هنا بالانجلش، خلاص. الفاكهه بالانجلش طبعا، وهنا الفاكهه بالعربي. طيب انا ممكن دلوقتي الخبط كل ده للطفل واقول له بقى صنف لي الفاكهه كانجلش، او صنفها لي كالماني، او صنفها لي كظل، او صنفها لي مثلا كدي او زي دي كده، تمام. طيب نجرب كده مثلا مع مالك ونقول له ايه. ناخد كده نلخبط له الدنيا شويه ونشوف يعمل ايه. تعرف تصنف اللي انا عملته ده؟ اتفضل ابدا. انت بتدور على ايه دلوقتي؟ بدور على دي. هي دي. انت دلوقتي ظهر معاك ايه؟ الالماني، حطه. ظهر معاك الظل، حطه عشان تكمل عليه، مش كده؟ ظهر معاك الشكل ده، حطه. ده بالفرنساوي اهو، حطه. طيب ظهر معاك الفاكهه الملونه، ها، حطها. هتظهر معاك هي دي كده، دي زي دي. نفس الشكل، بس انا مش عايزك تصنف او تطابق الشكل بالشكل. لا، انا عايزك تحط لي كل الاشكال الفواكه المفرغه اللي زي دي، مش اللي زي بعض. يعني دور على الفاكهه اللي شبه دي، التفريغه دي اللي فيها نفس التفريغه دي، مش لازم تكون نفس النوع. يلا كمل. مكتوب ايه؟ اورانج. اورنج، ماشي. شوف بقى فين الانجليش، في انجليش هنا؟ مفيش، يبقى لوحدها حطها. جريبس. تحط مع الانجليش، فين الانجليش؟ مش هتلاقي لونها براون اصلا، لونها بني. حط بقى. برضو من الحاجات اللي بتسهل الموضوع شويه ان كل حاجه لها لون، يعني كل لغه ليها لون مختلف. هتلاقي هنا مثلا الفرنساوي بالازرق او بالكحلي، والانجليش بلون، والالماني بلون. كمل. ده ايه؟ موز. بالعربي، صح؟ في حاجه هنا عربي، يبقى هتتصنف تصنيف لوحدها ونحطها لوحدها. الموز برضو بلون مختلف، لون الاخضر. يلا. مش هنحطه فين؟ هنا. هل هندور بقى على المشمش؟ انا هنا بطلب تصنيف معين من الطفل. هنا مش هندور على شكل المشمش، ولا على ظل المشمش، ولا على الفاكهه بتاعت المشمش المفرغه. لا، انا عايزك تحط كل الاسماء بتاعت الفواكه اللي مكتوبه بالعربي ولونها اخضر على بعضها. فهمت؟ اتفضل كمل. احسنت، كمل. طيب السؤال اللي هيتبادر في ذهنكم دلوقتي، هل الطفل مطالب انه يبقى في السن ده عارف الالماني؟ لا، مش مطالب، بس على الاقل لو بيعرف يقرا انجليش خلاص هيعرف يقرا الكلمات الالماني، ولو بياخد الماني هيبقى عارف. طب ممكن اسهل عليه في التصنيف ازاي؟ انا قلت من شويه فكره الالوان المكتوبه بلون مختلف، فبالتالي الطفل مجرد انه هيبص على اللون هيبقى بسهوله جدا هيحط اللون على اللون من غير ما يعرف ان هي اصلا الماني. كمل. دي كيوي. مش هتتحط فين؟ اشمعنى هنا؟ نفس اللون. عشان نفس اللون، برافو عليك. ودي الماني، اتفضل حطها. هنحط الظل فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ هنا. ماشي، حط. اسرع شويه بقى، يلا. لا. ها. مم. هنا.
اسرع شوية. طبعا ممكن اخلي الطفل كل مرة وهو بيحط لي الكارت ينطق لي اسم الكارت، وخلي بالكم بيشغل ايده اليمين بتتحرك. ممكن اخليه يحط ايده اليمين ويشتغل بايده الشمال. خلاص. ممكن اخليه احط له او اقسم له الكروت دي نص هنا، نص ناحية اليمين ونص ناحية الشمال، واخلي ايده اليمين تشتغل وايده الشمال تشتغل. خلاص. كل ده ممكن اشتغل عليه من نشاط زي ده، حلو جدا، بيشتغل على الوظائف التنفيذية، لازم تجربوه في البيت.